تخيل تصحى في عالم منهار والناس اللي بتحبهم ممكن يتحولوا لوحوش في أي لحظة، وفي وسط وباء قاتل وأمل بيختفي يوم ورا التاني. كان في أب بيبدأ رحلة مستحيلة علشان ينقذ بنته الرضيعة، رحلة مش بس ضد الوقت لكن كمان ضد وحوش فقدوا إنسانيتهم وبشر ممكن يكونوا أخطر منهم. فيلمنا بيبدأ في قلب استراليا اللي بقت مهجورة، وده بعد ما وباء غريب بيضرب البشر وبيحولهم لزومبي. وبيظهر بطل حكايتنا أندي وهو بيسوق مركب في نهر وعلى وشه علامات الحزن واليأس، وبيلتفت وراه عشان نشوف مراته كاي وهي بتفطر بنتهم روز، وبتكون عيشتهم وأحلامهم بسيطة وهي إنهم إزاي ينجوا هم وطفلتهم من الكارثة اللي هم فيها دي. وده بيخليهم يفتشوا في النهر أو أي مكان على أكل ليهم ولبنتهم، وده بيكون حاجة مستحيلة والمرض منتشر في كل مكان. وبرغم كل ده عايزين يوفروا جو عائلي لبنتهم الوحيدة. وفي يوم بيلمح أندي مركب محطم في النهر، فبيقرر إنه ينزل هناك ويدور على أي بقايا أكل أو علاج ينفع ليه هو وعيلته. وفعلا بينزل بعد ما اتأكد إن المركب أمان ومفهوش أي حد، وبيرجع فرحان لكاي وهو حاسس إنه عمل انتصار كبير، إنه لا أكل يكفيهم 3 شهور على الأقل. وبنشوف مراته وهي بتلومه إنه كده عرض نفسه للخطر، ولكن هو طمنها إن الدنيا أمان ومفيش أي قلق، فبتطلب منه يرتاح لأن باين عليه التعب والإرهاق. وفعلا أندي دخل علشان ينام ويرتاح شوية، ولكن هنا قررت كاي إنها تستكشف المكان بنفسها، يمكن تلاقي أي حاجة تفيدهم وتفيد الرحلة بتاعتهم. وبيصحى أندي من نومه على صراخ بنته روز، فبيشيلها علشان يسكتها ويطمنها، وبيبدأ ينادي على مراته كاي، ولكنه بيلاحظ إن في آثار دم على أرضية المركب، فبيقلق وبيبدأ يدور على مراته في كل مكان. وبيلاحظ وجود صوت خارج من الحمام، وبيكتشف إن على كاي آثار عض وجرح، فبتشرح له إنها تعرضت للعض أثناء وجودها في المركب. وبنشوفها وهي بتلبس ساعة في إيديها، وده عشان تعد عد تنازلي لأنها باقيلها 48 ساعة على التحول النهائي. وبتحضر إبرة الانتحار اللي بتوقف القلب لو كنت تعرضت للعض علشان تموت قبل ما تتحول. ولكن أندي بيتعصب عليها وبيقول لها إنه لازم يشوف حل تاني، وهو إنه ياخدها للمستشفى ويحاول يلاقي لها علاج أو حد يساعدها. وبينزلوا من المركب بتاعهم وهم بيحاولوا يلاقوا أي عربية توصلهم للمستشفى، وفعلا بيلاقوا عربية ولكن مفيهاش المفتاح. وبعد شوية بحث بيلاقي أندي المفتاح وبيركب مراته وبنته علشان تبدأ مرحلة جديدة من معاناتهم وهي الوصول للمستشفى. وفي الطريق بتطلب كاي من أندي إنه يوقف العربية عشان تغير لبنتهم، فبيركن العربية وبيحاول يعرف من الخريطة اللي معاه طريق مختصر للمستشفى. ولكن فجأة بيسمع عياط بنته، فبينزل علشان يتفاجئ إن كاي بدأت تتحول، فبيحاول إنه يساعدها ولكن هي بترفض لأنها شايفة إن مستحيل إنها تخف من المرض ده، وإنها كده بتعرض حياته وحياة بنتهم للخطر. ولكن أصر أندي إنه مش هيبطل يحاول إنقاذها لآخر ثانية، وبيجبرها إنها تركب العربية وبيكمل طريقه في اتجاه المستشفى. ولكن من سوء حظه بيلاقي متحول ظهر فجأة قدام عربيته، وفي محاولة منه لتفادي الاصطدام بيعمل حادثة وبيخبط بالعربية في شجرة. وبيطمن على بنته وكاي لو كان جرالهم أي حاجة، وبيلاقي إن في فرع شجرة دخل في بطنها وتسبب لها في جرح كبير، ولكن هو كمان اتصاب في راسه ومن أثر إصابته بيفقد الوعي. ولما بيفوق بيتفاجئ إن كاي اتحولت خلاص وعايزة تهجم على بنتهم، فبيحاول يحمي بنته ولكن بيتعرض هو للعض. وهنا ما بقاش قدامه حل غير إنه يقتل كاي ويحاول ينقذ بنته قبل ما هو كمان يتحول. وبيكون في صراع مع الزمن إنه لازم يلاقي ناس أمينة يربوا بنته ويرعوها علشان هو أصبحت أيامه معدودة. وبيقابل في الطريق بنت من السكان الأصليين لاستراليا اسمها توما، ودي بتكون بتراعي أبوها اللي اتحول لزومبي وهي مش راضية تتخلى عنه. فبيخاف أندي على بنته من الموضوع ده وبيهرب بيها بسرعة. وبعد معاناة بيقدر يوصل لمكان المستشفى، ولكن بيلاقيها مهجورة ومفيهاش حد غير واحدة اسمها إيتا، ودي أساسا مش دكتورة، دي مدرسة وتلاميذها سابوها وهربوا مع أهاليهم، وقررت هي تعيش في المكان ده. ولكنها لما بتشوف الساعة في إيد أندي بتفهم الحكاية وبتقرر إنها تساعده، وبتقوله إن المكان هنا مش أمان، وإن الأمان دلوقتي هو إنه يوصل بنته تعيش مع السكان الأصليين اللي رجعوا يعيشوا حياتهم البدائية بعيد عن المرض والتلوث. وقالت له إن كان في بنت بتدرس عندها اسمها توما، ودي بنت ذكية لو قدر يوصل لها هتاخده لأهلها اللي هم السكان الأصليين. ولما أندي بيشوف صورة توما بيعرف إن هي دي البنت اللي قابلها في الطريق، وبعد ما ارتاح شوية بيقرر إنه يمشي ويكمل طريقه. وبيمشي توم على أمل إنه يلاقي عربية أو أي حاجة يركبها توصله أسرع من المشي. وبالفعل بيلمح عربية من بعيد، ولما بيقرب منها بيلاقي واحد اسمه فيك واقع على الأرض ومصاب، وفي أنابيب غاز وقع عليه
عليه ومش قادر انه يتحرك، فبيعرض عليه فيك انه يساعده لو هو كمان ساعده انه يرفع الانابيب اللي وقعت على رجليه، فبيوافق اندي وده لانه محتاج العربيه، وفعلا بيساعد فيك اللي اخده للمكان اللي فيه مراته وقال له مراتي هتفرح ببنتك جدا. وهنا اندي بيفرح وقلبه بيرتاح شويه ان ممكن تكون دي العيله اللي يطمن على بنته معاهم بعد ما يموت، فبيقابل مرات فيكو اللي بيكون اسمها لورين، وبيفرح اكتر لما بيحس انها انسانه رقيقه وحساسه على عكس جوزها. واول ما اتعرف عليها وعرفها على بنته روز، بيطلب فيك منه انه يخرج معاه مشوار ويسيب بنته مع لورين وهي هترعاها، ومع الحاحه بيقوم اندي معاه وبيركب عربيته علشان يكتشف ان فيك عامل اقفاص حديد وبيحبس فيها بني ادم كطعم بيستدرج بيه الزومبي عشان يسرق منهم فلوس او ملابس غاليه. فبيتفاجئ اندي، ولما بيسأل عن السبب اللي بيخليه يعمل كده بيقوله ان متوقع تخلص قصة المرض دي وترجع الحياة من تاني لشكلها الطبيعي، وان وقتها هيكون عنده السلعة دي اللي هيحتاجها الناس، وطبعا وقتها السلعة دي هتكون نادرة وهيكون هو من الاغنياء. ومش بس كده، ده كمان اداله بندقية عشان يضرب معاه. هنا اندي حاسس بقلق وخوف من فيك بس مش قادر يتكلم عشان هو ملاذه الاخير، فبيبدأ اندي يسمع كلامه ويضرب على الزومبي وهو مضطر، وبيكتشف ان الاقفاص دي فيها زعيم السكان الاصليين وقفص منهم فيه البنت توم اللي بيدور عليها ولكن هي متسلسلة، وبتبص لاندي بصة مساعدة انه يهربها. وبعد كده بيروحوا البيت عادي وبيطمن على بنته انها بخير، ولكن بيقرر يهرب لعدم احساسه بالامان. وبتلاحظ لورين وبتحاول تعرفه ان فيك مش جوزها وانها مخطوفة هي كمان، ولكن فيك بيكتشف انه عرف السر وانه هيهرب، فبيحبسه في نفس القفص اللي فيه توما وحوط القفص بدم وقطع لحم، وده عشان يستعمله كطعم. فبيحاول اندي انه يهرب ويهرب توما معاه، وفعلا قدر يهرب من القفص وبيرجع على بيت فيك عشان ياخد بنته ويهرب، ولكن فيك حس بيهم فرفع بندقية عشان يضربه بالنار. وهنا ضحت لورين بنفسها علشان تنقذهم، فاتجن جنون فيك وفضل يجري بعربيته ويدور على اندي، وده عشان ينتقم منه على موت لورين اللي باين عليه انه بيحبها جدا. ولكن قدر اندي بمساعدة توما انهم يستخبوا في مكان ما شافهوش فيك. وهنا بتلاحظ توما ان اعراض المرض زادت على اندي وان التحول لزومبي هيكون خلال فترة قصيرة، وبيحاول اندي انه يتماسك لحد ما يوصل ببنته لبر الامان. وخلال الطريق بيسأل اندي توما عن الراجل اللي شافها معاه في بداية رحلته، فبتقول له توما ان ده يبقى ابوها، ولكن الاشباح سرقت روحه، وان هي عندها امل ان زعيم القبيلة يقدر يساعد ابوها انه يرجع له روحه من تاني. ولكن اندي فضل يشرح لها ان ده مرض ملوش علاج وان الشخص ده ما بقاش هو ابوها اللي كانت تعرفه، بس توما رفضت تصدقه واصرت على كلامها. وبعدها سابت اندي وفضلت تجري على المكان اللي كانت مخبية ابوها فيه، ولكن بتكتشف ان ابوها مات، وعرفت اندي انهم بيدفنوا امواتهم في الاشجار. ودخلت في حالة حزن كبيرة ورفضت انها تكمل مشوارها مع اندي، وقالت له انها مش مهتمة بيه لا هو ولا بنته. ولكن اندي بصلها بثقة وقال لها ان الكلام ده من ورا قلبها وسابها وكمل هو مشواره. وخلال لحظات بتسمع توما صراخ روز بنت اندي، فبتعرف ان في مشكلة وقامت جري على صوتها علشان تنقذها. ولما وصلت لمكانهم لقت اندي جات له نوبة تحول وروز بتعيط على الارض، فقعدت تهدي فيها وهي بتشوف اندي وهو بيصارع التحول. وبعد ما فاق كمل مشواره مع توما اللي قالت له ان امها عايشة مع السكان الاصليين وانها كانت هربانة منهم علشان تراعي ابوها، ولكن بعد ما ابوها مات فما فيش قدامها غير انها ترجع تعيش مع امها. فعرض عليها اندي انه ممكن يوصلها لامها بس توعده انها تخلي بالها من بنته بعد ما يتحول والمرض يسيطر عليه، وانها تخلي امها تربي روز. فوافقت توما لان اندي كان صعبان عليها جدا. وفي الطريق بيلاقوا كرفان فاضي ومفهوش اي حد، فبيقول اندي لتوما ان من الافضل انهم يستنوا صحاب الكرفان لما يرجعوا ويطلب منهم المساعدة. ولكن توما بتقول له ان شكلهم مش هيرجعوا وانهم ممكن يكونوا رحلوا او صابهم المرض. فبيفكر اندي في كلامها وبيقرر انه يخرج يدور عليهم حوالين الكرفان. وبالفعل لقى عيلة مكونة من اب وام وطفلتين، لكن لاحظ ان الاب بيحفر حفرة كبيرة. فلما قرب منه اندي يطلب المساعدة، الاب قال له ان المساعدة اللي ممكن يقدمها ان مسدسه فيه 6 طلقات، 4 ليه هو ومراته وبنته والرصاصتين الباقيين لاندي وبنته. فبيرفض اندي فكرة الانتحار وبيسيب الراجل وبيكمل طريقه. ولكن قبل ما يبعد عن المكان بيسمع صوت 4 طلقات رصاص، فبيعرف اندي ان الاب نفذ انتحاره وحكم على نفسه وعلى بناته بالموت على انه يعيش ويكمل بيهم في العالم ده. ولكن اندي كان ليه حلم مختلف لبنته روز، والوعد اللي اداه لمراته كاي قبل ما تتحول، وهو انه يحمي بنته مهما كان الثمن. وبعدها بيرجع اندي لتوما اللي قالت له ان مكان امها قريب، ولكن هيدخلوا اماكن فيها زومبي كتير ولازم يتخطوهم من غير ما يحسوا بيهم. وطلعت
دهان كده شبه الكريم لونه أبيض، ودهنت روز على وشها وعلى جسمها. ولما سألها إيه ده، قالت له ده خليط من الأعشاب بيخلي الزومبي ما يشموش ريحتهم. فقال لها طب ليه ما دهنتيش ليا أنا كمان؟ فقالت له لأن ريحتك كده كده شبه الزومبي خلاص، فمش هتفرق معاك لأنك واحد منهم. وفي الطريق بيشوفوا مناظر صعبة كتير لزومبي ميتين في الأرض، والمجموعة تانية من الزومبي بتاكل جثة واحد ميت. وهنا بيتخيل أندي نفسه واحد منهم وبيعمل زيهم، فبيطلب من توما إنها توعده إن أول ما يوصلوا لأهلها تقتله، وده عشان ما يبقاش زي الزومبي دول. وبيبدأ أندي فعلا في التحول، وبيبدأ يحفر في الأرض زي الزومبي وبقى يشم ريحة الدم. ولكن في طريقهم بيدخلوا لنفق مهجور كله زومبي، وبيصادفوا فيك في آخر النفق اللي بيسمع صوت بكاء روز بنت أندي، فبيدور عليهم زي المجنون. ساعتها بيستخبى أندي منه عن طريق إنه يقف جنب الحيط زي الزومبي، ولكن فيك بيضرب كل الزومبي بحديدة في دماغهم وبيقتلهم لحد ما وصل الدور على أندي. وهنا قرر أندي إنه لازم يواجهه، فطلع مسدسه وحاول إنه يقتل فيك، ولكن واضح إنه مش قادر يتغلب عليه. بس أثناء الصراع بتطلع رصاصة وبتصيب فيك في بطنه، ولكن فيك بيصيب أندي إصابة قوية وبيغمى عليه. ولما أندي فاق بيدور على بنته، على توما اللي تعرضت لضرب جامد من فيك وما بقتش قادرة تمشي. ولاحظ إن فيك ماسك روز في إيده وكأنه عايز يقتلها، لكن أندي بيفضل يتحايل عليه إنه يسيبها، وقال له إن أنا وإنت كده كده ميتين خلاص. وعلى آخر لحظة قرر فيك إنه يسيب روز، فبيحضن أندي بنته وبيحاول يساعد توما على الحركة لأنه واضح إن إصابتها جامدة. وبنشوف هنا صراع أندي مع مرضه وتحوله، وبين إنه يوصل ببنته لبر الأمان. ولما حس إنه خلاص وصل للنهاية، خلى توما توعده إنها تخلي بالها من بنته، واتفق مع توما إنها تربط إيده وتركب على ظهره، وتربط حتة لحمة في عصاية وتسوق بيها زي فكرة الجزرة والأرنب كده لحد ما يوصلوا لأهلها، وبعد كده تقتله. وبنشوف فعلا أهل توما اللي كانوا مشغولين في قتل الزومبي اللي وصلوا لأراضيهم، وبيتفاجئوا بزومبي داخل عليهم وشايل على ظهره طفلة صغيرة وبنت اللي هي توما. فبتحضن توما أمها وبيشيلوا الطفلة من على ظهره، وقبل ما الزعيم يقتل أندي بترش توما برفان في وش أندي اللي هي ريحة كاي مراته. وفعلا بيقتل الزعيم أندي علشان تنتهي قصة كفاح أب عايز يضمن مستقبل بنته. وهنا بيخلص الفيلم.